زمان كان في كائنات كتير مالية الكوكب واللي كانوا بيستخدموا السحر في كل مجالاتهم، زي مثلا ان هم يقوموا بالشغل بتاعهم من خلاله او حتى يدافعوا عن نفسهم بيه. لكن بعد فترة الكائنات دي اتطورت اكتر وبقوا بيستخدموا التكنولوجيا في حياتهم كلها، ومع الوقت الكائنات دي نسيت السحر وبقوا يستخدموا التكنولوجيا في كل حاجة، وده بيسبب أزمة بالنسبة لهم على المدى البعيد، لأن السحر بيختفي تماما من العالم ومحدش بيبقى عارف يستخدمه ازاي. وهي دي بقى قصتنا النهارده. فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدأ فيلمنا النهارده. فيلمنا بيبدأ في المستقبل مع طفل اسمه ايان، واللي بنشوفه عايش مع مامته واخوه في بيت واحد. لكن ايان اليوم ده كان مهم بالنسبه له لانه هيتم 16 سنه، وبعد موت باباه اللي كان متعلق بيه بيقرر يلبس التيشيرت بتاعه القديم اللي باباه كان بيلبسه دايما في شبابه. فاول ما بينزل مامته بتاخد بالها من التيشيرت وبتبقى مبسوطه جدا انه لابسه، وبتعرفه ان شبه باباه قوي فيه، وبتطلب منه انه يعزم اصحابه في المدرسه على حفله عيد ميلاده على ما تقوم بكل التجهيزات علشان يحتفلوا بيه بالليل. ولكن ساعتها بيبدأ ايان يتوتر ويرد عليها بطريقة غريبة زي ما يكون متردد يعزم حد. وهنا بقى بنعرف ان ايان مش جريء وما عندوش اصدقاء. لا ده ما عندوش اصدقاء خالص لانه بيخاف يتعامل مع حد اصلا. ولكن فجأة بيظهر أخوه بارلي في المشهد وهو بيحضنه، واللي كان باين قوي الفرق بينهم، ومش تنمر ولا حاجة، بس كان باين إن بارلي أضخم وأقوى من أيان. بارلي بقى كان لسه ميال لأصلهم القديم أيام ما كانوا بيستخدموا السحر في كل حياتهم، وبيبدأ يحكي لأيان عن أساطير السحر، ومعاه كتاب فيه تعاويذ كتير بتحقق له كل اللي بيتمناه. بس ده في خيال بارلي بس، اما ايان فما كانش مؤمن بالخرافات دي، وعلشان كده بيسيب بارلي اللي عمال يتكلم على الفاضي. المهم بارلي بيطلع الزباله بدل مامته، وساعتها بنتفاجئ بظابط اسمه برونكو وهو جاي يحذره من تهوراته اللي دايما بتعمل له مشاكل. هنا بقى حابب اقول لك ان والده بارلي وايان اتجوزت من برونكو بعد موت جوزها. المهم برونكو بيفرج بارلي على فيديو ليه وهو بيعطل العمال عن هدم النافوره القديمه. وقتها مامته بتطلع من جوه وبتسمع الكلام، وساعتها بارلي بيتحجج ان النافوره دي من اثار البلد وما ينفعش يهدموها، لكن الكلام ده ما بيعجبش حد. ووالده ايان بتعتذر لبرونكو على اللي ابنها عمله وبتطلب منه يدخل علشان تحضر له الفطار. المهم بارلي بيخليه يدخل وبيروح يجيب له كتاب عن السحر، واللي كان باين قوي انه مهووس بيه وعمال يتكلم عن الموضوع مع اي حد يقابله، وقد ايه شغوف انه يعرف عنه حاجات اكتر. وبيجري على ايان علشان يحكي له عن الموضوع وهو بيهزر معاه بايده كده، وبالصدفه بارلي بيشد خيط من التيشيرت بتاع ايان اللي بيتقطع على طول. وساعتها مامتهم بتظهر وبتطلب من ايان ما يتحركش، وبتقصله الخيط قبل ما يسحب بقيه التيشيرت. فبيتضايق ايان انه هيمشي بتيشيرت مقطوع وبيروح على المدرسه وهو زعلان. بيعدي على مطعم في السكه بيجيب اكل، فبالصدفه بيقابل راجل كان زميل والده زمان، واللي بيتعرف على ايان بسبب التيشيرت اللي كان لابسه، وبيقول له ان هو وباباه كانوا صحاب قوي زمان، وبيبدا يحكي له عن ذكرياتهم مع بعض وقد ايه كان باباه شجاع وبيحب المغامرات. وايان كان مبسوط قوي وهو بيسمع الكلام ده عن باباه، وكان باين انه بيحب باباه قوي وبيتمنى لو كان موجود في حياته دلوقتي. بيشكر صاحب والده على كل الكلام ده وبيودع وبيمشي. لكن بعد شويه بنشوفه وهو قاعد قدام المدرسه وبيطلع نوته من معاه وبيسجل فيها كل الحاجات اللي نفسه يعملها، زي انه يتكلم بكل ثقه وما يخافش من رد فعل الناس تجاهه، وانه يتعلم السواقه في اسرع وقت، وانه يعزم صحابه على حفله عيد ميلاده، كمان يبقى واثق في نفسه زي بابا بالظبط. لكن كل ده بيتغير اول ما بيدخل المدرسه، لانه بيتفاجئ بواحد صاحبه وهو حاطط رجله على الديسك بتاعه جوه الفصل، فبيستأذن منه انه ينزل رجله علشان يعرف يقعد. لكن زميله بيتضايقه اكتر وبيحط رجله التانية علشان ايان يضطر يقعد من سكات. بيبان قد ايه انه بيخاف يتكلم مع اي حد باسلوب وحش. المهم بعد ما اليوم بيخلص بيطلع علشان يتمرن على السواقه، فالمدربه بتاخده في جوله وبتخليه يسوق جنبها، وطول الطريق المدربه بتطلب انه يطلع على الطريق السريع، لكن ايان بيبقى خايف جدا وبيقول لها ان هم كده احسن علشان ما يعملش مشاكل لحد. لكن المدربه بتبقى مصممه انه يطلع على الطريق السريع، وساعتها ايان بيتوتر اكتر وبيرد عليها بانه مش مستعد لسه، الخطوه دي يعني بدري. وبيعدي اليوم على كده. بيرجع المدرسه يلم حاجته علشان يمشي، لكنه بياخد باله من شله صحابه واقفين قدام المدرسه، فبيفتكر كلام مامته وبيقرر يعزمهم على حفله عيد ميلاده. ولانه بيتلجلج في الكلام ما بيعرفش يتكلم كويس
بيفضل يكتب كل الجمل اللي هيقولها على ايده، وبعدين بيروح يعزمهم علشان الشباب يتشجعوا ويوافقوا يروحوا معاه. ولكن فجأة بيظهر بارلي وهو جاي بعربيته اللي كان واضح انه بيسوق بتهور شديد، وبيطلب من ايان انه يجيب صحابه يركبوا معاه. وقتها ايان بيخاف احسن اخوه يحرجه، وبيرجع في كلامه وبيقول للشباب ان الحفلة اتلغت وبيسيبهم ويمشي بسرعة. طبعا العيال كانوا واقفين مش فاهمين حاجة، اما ايان فبياخد اخوه بسرعة ويتحركوا. وبعد ما بيوصلوا البيت بنشوف ايان وهو داخل اوضته حزين جدا، وبيطلع النوتة اللي كتب فيها كل امنياته علشان يشطب على كل حاجة كتبها، كأنه حس انه مش هيقدر يحققها. بيفتكر في شريط التسجيل لباباه في الدرج، فبيطلعه يسمع فيه وهو بيتفرج على صور باباه المتعلقة على الحيطة، وكان بيتكلم معاه كأنه واقف قدامه فعلا، وبيتمنى اخر امنية ليه في اليوم ده ان باباه يكون عايش حتى لو لمدة بتاعة يوم واحد علشان يتكلم معاه. لكن طبعا الأمنية دي مش هتتحقق، علشان كده بينزل يقعد مع عيلته وبياخد التيشيرت بتاع باباه اللي اتقطع يخيط فيه. بتقعد مامته جنبه وبتواسيه لأنها عارفة شخصية ابنها وإنه ما عندوش حد يقعد معاه غيرها، فبيستغل أيان الفرصة وبيسألها عن شخصية باباه زمان، وإنه لو كان جريء وشجاع زي ما بيسمع عنه. مامته بتعرفه إن باباه فضل وقت طويل جدا على ما فهم شخصية نفسه، وبتفهمه إنه لازم يكون واثق في نفسه حتى لو كان مليان عيوب، وبتعرفه انها محضره له مفاجاه غريبه. فبيتشجع ايان بسبب كلامها لانه شبه بابا بالظبط، وبيقوم يشوف الهديه بتاعته. ولكن بيظهر بارلي في الصورة وبيشوف مامته وهي بتطلع الهدية من المخزن، واللي بنكتشف انها عبارة عن عصاية سحرية، وان باباهم طلب منها ما يشوفوهاش غير لما يتموا 16 سنة، وده بالفعل الوقت المناسب علشان تديها لهم. بيبقوا واقفين مبهورين بالهدية دي، وبيكتشفوا ان في رسالة مكتوبة بخط ايد باباهم محطوطة مع العصاية، واللي بتقول ان هم يقدروا يحضروا روحه لمدة يوم واحد ويعيشوا مع اليوم ده، بس بشرط ان جوهرة العنقاء تكون موجودة ويقولوا التعويذة بشكل صحيح. ايان بيفرح جدا علشان امنيته هتتحقق اخيرا، لكن المشكلة ان الجوهرة اللي باباهم قال عليها مش موجودة، بس باباهم كان عامل حسابه وسايب لهم الجوهرة هي كمان مع العصاية، فبيطلعوها يحطوها مكانها، وبارلي بيبدأ يقول التعويذة بس للأسف مفيش حاجة بتحصل. وساعتها بيفهموا ان الكلام ده كله مجرد اسطورة مش هتحصل. بيحزن ايان جدا علشان مش هيعرف يشوف باباه، ومامته كمان بتواسيه. ولما بتخرج بيفضل ايان يفكر في الموضوع، وبيشك ان بارلي ممكن يكون غلط وهو بيقول التعويذه ولا حاجه، وبيروح يردد التعويذه بنفسه والعصايه محطوطه جنب منه. وطبعا هو مش واخد باله وبيردد الكلام وبس، لكن اول ما بياخد باله بيتخض وبيقوم بسرعه، بيحس ان في حاجه غريبه بتحصل، فبيمسك العصايه وهو بيردد التعويذه واللي بتنجح فعلا. بتبدا كل حاجه تطير حوالين منه، فبيفضل مكمل لحد ما بيطلع شعاع قوي جدا، وفي اللحظه اللي بيبدا باباه يظهر فيها بارلي بيدخل عليه وبيتخض هو كمان، لكنه بيبقى مستني يشوف باباه بفارغ الصبر. بس للاسف الجوهره بتنفجر مره واحده بعد ما بيكتمل نص باباهم بس، وللاسف برضه النص التحتاني بس اللي بيبقى موجود، واللي بيفضل يتحرك في كل اتجاه وهو مش شايف حاجه. بيحاول بارلي يهدي باباه، وبيفتكر لما كان صغير وباباه بيخبط له على رجله علشان يعلمه المشي، فبيحاول يعمل زيه وبيروح يخبط على رجله، وفعلا النص بتاع باباه بيفهم وهو بيقول ايه وبيبدا يتحرك بالراحه. وقتها ايان بيتضايق علشان مش هيعرف يشوف باباه، لكن بارلي بيرد عليه ان التعويذه دي هتفضل شغاله لمده يوم بحاله، يعني ممكن يقدروا يكملوها ويظهروا باباهم وساعتها يشوفوا براحتهم. بس المشكله دلوقتي ان هما محتاجين لجوهره تانية علشان يكملوها، والا المده هتخلص ومش هيقدروا يعملوا حاجه بعدها. لا، والحاج بارلي كان محتفظ بشويه بطاقات من بتاعه اللعبه بتاعته على اساس انه هيستفاد منهم قدام، يعني وانه ممكن يلاقي العنوان اللي هيجيب منه جوهره العنقاء. بيطلع له بطاقه مكتوب عليها اسم عرين المانتيكور، واللي من خلاله هياخدوا الخريطه اللي هتوصلهم للجوهره. لكن الحاج ايان العاقل بيرد عليه ان كل البطاقات دي مجرد لعبه مش اكتر، وان عمرهم ما هيقابلوا حاجه بالاسم ده. بس بارلي بيعرفه ان اللعبه دي مبنيه على احداث حقيقيه، يعني كل حاجه فيها مكتوبه بمكانها بالظبط. وتقريبا كده ايان بياخدوا على قد عقله لانه بيصدقوا، ما بيبقاش قدامهم غير عربيته البايظه دي اللي بياخدوها وبينطلقوا. وطبعا ما تنساش النص التحتاني بتاع باباهم. المهم ايان بيقعد في العربيه ورا، اما بارلي فهو اللي بيسوق، وبيفضلوا ماشيين مده طويله لحد ما بيخرجوا من المدينه اخيرا، لحد ما ايان بيظهر وهو عامل جزء علوي
باباه علشان محدش يخاف منه ويقدروا ينتقلوا سوا براحتهم. ساعتها بارلي بيصدعنا بأم عربيته اللي صنعها بنفسه دي، وبيفضل يتكلم عنها ويقول انها اغلى حاجه عنده. وبعد شويه بينادى على ايان وبيديله كتاب التعويذ السحريه بتاعته. بيعرفوا انه لازم يحفظه علشان لما يحتاجوا لتعويذه يقولها على طول. لكن ايان ما بيكونش مصدق في كل الكلام الفاضي ده وعامل حسابه انها مجرد لعبه، بس مش عارف ليه بياخد بارلي على قد عقله وبيضطر يسمع كلامه علشان يخلص، يمكن تضرب معاهم ولا حاجه وتطلع حقيقيه ويستفادوا منها. في نفس الوقت بنشوف مامتهم وهي داخله تطمن عليهم، وساعتها بتكتشف ان هم سايبين لها رساله بيودعوها فيها بس ما بيقولوش هم رايحين فين. لكن مامتهم لما بتلاقي الاوضه متدمره بتحس ان هم هيعملوا مصيبه، وبتاخد بالها من البطاقه اللي مكتوب عليها عرين المانتيكور. بتفهم على طول ان هم رايحين لهناك علشان يجيبوا جوهره العنقاء، وبتقرر تطلع تحصلهم بسرعه قبل ما يعملوا مشكله. المهم بنرجع من تاني لايان وبارلي اللي كانوا لسه بيقروا في كتاب السحر، وبارلي عمال يفهم ايان انه لازم يتكلم بكل ثقه وهو بيقول التعويذه علشان تتحقق فعلا. فايان بيحاول يستخدم اي تعويذه ويتمرن عليها يمكن يتعلم عليها، والتعويذه دي بقى كانت بتقدر تحرك اي حاجه من مكانها لحد ما بيوصلوا اخيرا لعرين المانتيكور اللي بنكتشف انه في وسط الغابه وشكله مخيف جدا من بره. وبرغم الاجواء المرعبه دي الا انهم بيصمموا يدخلوا، وهنا بقى كانت المفاجاه. بيكتشفوا ان العرين عباره عن بار، والمانتيكور دي واحده ست وهي اللي بتقدم الطلبات للزباين، وبيروحوا يتكلموا معاها ويحكوا لها كل اللي حصل، وبيطلبوا منها تديلهم خريطه الجوهره علشان يروحوا يجيبوا الجوهره. لكن المانتيكور بتبقى حساهم هبل شويه، ما بترضاش تقول لهم على مكان الخريطه، بس بالصدفه كده بتقع بالكلام وبتشاور لهم عليها واللي بتبقى متعلقه على الحيطه. فبارلي بيقرر انه يروح ياخد الخريطه ويمشي، لكن المانتيكور بتروح تاخدها منه وبتعرفهم انها مش هتقدر تبعتهم لمهام خطيره. وقتها بارلي بيحكي لها كل اللي مروا بيه وانهم محتاجين يجيبوا جوهره العنقاء في اسرع وقت، لكن المانتيكور بتقول له انها مش هتقدر تفيدهم بحاجه. ساعتها ايان بيتعصب وبيفكرها بحياتها القديمه وانها غيرت من نفسها وما بقتش بتشتغل زي الاول. بتبدا المانتيكور تتاثر بكلامه وتبص حواليها وبتكتشف انها اتغيرت عن الاول خالص وقلبت البيت لمطعم ونسيت شغلها الاساسي. والوهله بتحس بالذنب علشان سابت مجالها ودورت في مجال غيرها، وبتظهر الدميه اللي جنبها وهي بتقلدها، وده بيعصب المانتيكور جدا وبتنقض على الدميه علشان تضربها. ما بتقدرش تمسك نفسها اكتر من كده وشكلها كده حنت لايام الشقاوه من تاني، وبتتعصب قوي عليهم لدرجه انها بتتحول 180 درجه وبتضرب الزباين كلهم المكان. بس قبل ما حد يخرج اصلا بتبدا تطلع نار من بقها وتحرق في المكان، وبيبان قد ايه انها عصبيه ومش مستحمله كلامهم، وبسبب الحريقه الخريطه بتتحرق هي كمان. فلما ايان بيشوفها بيجري عليها علشان يلحقها، لكن للاسف النار كانت اكلتها كلها وما فضلش منها حاجه. بيضطر يخرجوا من المكان قبل ما تتحول عليهم وتحرقهم هم كمان. في الوقت ده المكان كله كان بيتحرق والنص بتاع باباهم مش عارف يمشي في من انهي اتجاه. ساعتها في جزء من السقف كان هيقع فوقه، فلما ايان بيشوفه بيجري بسرعه علشان يلحقه من غير ما يحس بيمسك العصايه وبيبدا يقول تعويذه، واللي بتسيطر فعلا على السقف وبتثبته. فبيقف ايان مصدوم من اللي حصل، لكن بارلي بيظهر وبيدخل يجيب النص بتاع باباهم بسرعه وبيخرجوا من المكان بسرعه قبل ما يتحرق كله. بعد شويه بنشوفهم وهم راكبين العربيه وقرروا ان هم يكملوا طريقهم من غير خريطه. بس الاخ بارلي كان مبسوط قوي من اللي ايان عامله، واتاريه مبسوط علشان التعويذ بتاعته طلعت حقيقيه وايان اثبت انه يقدر يتحكم فيها. وساعتها بيطلع خريطه للمدينه وبيشرح الطريق عليها من خلال ذاكرته، وبيعرفوا ان هم لو مشيوا ورا منقار الغراب زي ما هو مكتوب هيقدروا يوصلوا لمكان الجوهره. وبالصدفه كده ايان بيبص في الخريطه فبيكتشف ان في جبل اسمه منقار الغراب، فبيتاكد ان الجوهره موجوده هناك. وقتها بارلي بيقترح ان هم يمشوا من على الطريق الزراعي لانه خايف لو مشوا من على الطريق السريع يتاخروا والوقت يعدي وما يلحقوش يوصلوا للجوهره بسرعه. لكن ايان بيرفض الاقتراح ده وبيقول له ان هم لازم يمشوا على الطريق السريع لانه عاوز يقضي اطول وقت ممكن مع باباهم. وبرغم ان بارلي بيبقى رافض الموضوع الا انه بيسمع كلامه علشان يريح دماغه. في نفس الوقت بنشوف مامتهم وهي راكبه العربيه وخلاص قربت توصل لعرين المانتيكور، وبتتصل على الضابط برونكو جوزها علشان تحكي له كل اللي حصل. لكن بمجرد ما بتوصل لعرين المانتيكور بتتفاجئ ان المكان متدمر، ولما بتشوف المانتيكور بتتصدم وبتجري عليها تسالها عن اولادها. بتحكي لها كل اللي حصل وان هم في طريقهم دلوقتي علشان يجيبوا
يجيبوا الجوهرة، بس بتفتكر انها ما قالت لهمش على حاجة مهمة قوي بخصوص لعنة موجودة هناك، وبتصرخ وتقول ان ولادها في خطر دلوقتي ولازم يلحقوها بسرعة. وبتاخد والدة ايان وبارلي في ايديها وبيركبوا عربيتها وبيمشوا. في الوقت ده كان ايان وبارلي ماشيين على الطريق السريع، واذ فجأة العربية اتعطلت بيهم، اضطروا ينزلوا من على طريق جانبي. وساعتها بارلي بيكتشف ان العربية ما فيهاش بنزين وهم محتاجين وقود علشان يتحركوا ويكملوا رحلتهم. وقتها ايان بيفتكر كتاب التعويذ وبيسأل بارلي لو كان فيه تعويذة تحل لهم المشكلة دي. فبارلي بيفرح جدا وبيقول له انه عنده تعويذة تحل كل المشاكل دي، وهي ان هم يستخدموا تعويذة التضخيم ويسلطوها على الوقود اللي فاضل معاهم، وساعتها يعملوا منه كمية كبيرة تكفيهم. وفعلا ايان بيبدأ يستخدم التعويذة، لكن للأسف ما بيعديش كتير والعصاية بتتحرك من ايده وبتيجي ناحية بارلي، وبتتقلب التعويذة بالعكس، بدل ما كانت هتكبر حجم الوقود بتصغر بارلي. لكن بارلي بيطمن ايان ان التعويذة مدتها 24 ساعة وهيرجع لحجمه الطبيعي من تاني. فبيقرروا ان هم يتمشوا يمكن يلاقوا محطة وقود، وفعلا بيفضلوا ماشيين مدة طويلة لحد ما يلاقوا محطة، وهناك بيشوفوا مجموعة جنيات صغيرة وهم راكبين موتوسيكلات وداخلين بيها السوبر ماركت اللي في المحطة، لكن مبهدلين الدنيا على الاخر لان عددهم كبير. المهم ايان بياخد نص باباه واخوه وبيدخلوا للسوبر ماركت، وبيشوفوا الجنيات وهم بيتعاملوا بطريقه مش كويسه ومبهدلين المكان خالص. فبيتحرك ايان ناحيه عامل السوبر ماركت وبيطلب منه شويه اكل وان هم يلموا بنزين، فالعامل بيديله كارت يطلع يملى بيه. في نفس الوقت كانت المنتكوره عماله تلوم في روحها علشان ما عرفتش ايان وبارلي بحوار اللعنه، وبتفهم مامتهم ان اي حد هيوصل للجوهره هيظهر له وحش شكله مخيف ويهجم عليه، وان الطريقه الوحيده علشان يخلصوا من الوحش ده هي بسيف اسطوري يدبوه في قلبه، لكنها مش فاكره السيف ده اديته لمين. بتحاول والدة ايان تفكرها بمكانه او انها تفتكر هي باعته لمين بالظبط، لحد ما المنتكور بتفتكر مكان معين وبتقول انه اكيد هيبقى هناك، وبيغيروا طريقهم ناحيه المكان ده علشان يجيبوه بسرعه. في نفس الوقت كان ايان بيملى البنزين علشان يمشي، لكن المعلم بارلي اللي مسحوب من لسانه دايما بيروح يتكلم مع الجنيات وبيقول لهم انه مستغرب ان هم يركبوا موتوسيكلات برغم ان هم بيعرفوا يطيروا. بس واحدة من الجنيات بتتعصب عليه وبتقول له انه ما يتدخلش في حاجة ملهاش فيها وان هما ما بيعرفوش يطيروا. بتبدأ تقرب منه وهي عاوزة تضربه، لكن ايان بيظهر فجأة وبياخد اخوه وبيعتذر للجنيات وبيمشوا. في اللحظة دي النص بتاع باباهم بيخبط من غير قصد في الموتوسيكلات بتاعة الجنيات بيوقعهم، فبتتعصب الجنيات قوي وبيقرروا ان هما يضربوهم. وقتها ايان وبارلي بيخافوا جدا وبياخدوا باباهم وبيجروا يركبوا عربيتهم ويمشوا، لكن بارلي كان صغير جدا ومش هيعرف يسوق، علشان كده بيطلب من ايان ان يسوق مكانه، ودي حاجه اصلا ايان بيخاف منها وعمره ما عملها. لكن مع حجم المشاكل اللي حواليهم بيضطر انه يسوق العربيه فعلا برغم انه ما كانش عارف يتحرك بيها قوي. لكن الجنيات بتظهر وهي بتهجم عليهم، فبيضطر ايان انه يطلع على الطريق السريع علشان يهرب منهم، ومن غير ما يحس بيلاقي نفسه وسط العربيات وبيبقى متوتر جامد. لكن الجنيات وراهم بالموتوسيكلات وشكلهم ناويين على شر، وبيهجموا على العربية ويكسروها طول الطريق، وده بيخلي ايان يتوتر اكتر ويدخل وسط العربيات وهو مش حاسس، وكل ما يلاقي نفسه متحوط من كل مكان يتوتر اكتر واكتر. وفجأة الجنيات بتهجم على العربية وتركب جواها، وعدد كبير بيهجم على ايان عاوزين يضربوه، وواحدة منهم بتروح تضرب في بارلي. ايان بتجيله فكرة غريبة شوية وبيشغل المروحة وبيطيرهم كلهم بره العربية، لكن المصيبة ان اخوه بيطير معاهم، وعلى اخر لحظة ايان بيلحقه قبل ما يطير. كل ده والجنيات لسه بيجروا وراهم زي ما هم. بيضطر ايان انه يقطع الطريق السريع ويدخل ناحية تانية، وبينط من فوق الكوبري لحد ما بيعدي الناحية التانية. ده كله كان قبل مفترق طرق. وقتها الجنيات كانوا عاوزين ينطوا وراه لكن كانوا متأخرين، والموتوسيكلات بتخبط في الجسر وبيطيروا في الهواء، وقبل ما يقعوا على الارض بيستخدموا الجناحات بتاعتهم وبيطيروا فعلا. وبيكتشف ان هم بيقدروا يطيروا هم بس اللي ما كانوش مشغلين جناحاتهم كل المدة دي. اما بارلي فبقى بالصدفة بيرجع لحجمه الطبيعي ورجله بتيجي على دواسة البنزين وبيجري بسرعة. ومن حظهم المهبب ان عربية شرطة بتشوفهم وبتجري وراهم، والشرطة بتطلب منهم ان هم يوقفوا العربية بسرعة. بيسمعوا الكلام وبيقفوا، وبينزل النص بتاع باباهم علشان يتكلم مع الشرطة، لكن طبعا هو نص بس ما بيقدرش يتكلم، والشرطية كانت واقفة مش عارفة تتعامل معاه. وقتها ايان بيتوتر جدا ما بيبقاش عارف يتصرف، لحد ما بارلي بيتجيله فكرة مجنونة وبيقول له ان هم يقدروا يستخدموا التعويذة التنكر، وان هم يقدروا يغيروا شكلهم لشكل تاني، وبكده محدش هيقدر يكشفهم وهيطلعوا منها. بس في شرط ان التعويذة هتفسد لو حد فيهم كذب. فايان علشان واثق في نفسه بيستخدم التعويذة
التعويذة. وتخيل بقى ان هما بيختاروا شخصية الضابط برونكو على اساس انه ضابط يعني وهيعدوا، وبينزلوا من العربية يتكلموا مع الشرطة. وهنتكلم بشخصية برونكو بقى اللي بيقول انه كان بيعلم بارلي السواقة، فالشرطية بتقول له ان بارلي ده متهور وساذج وانه مش فالح في حاجة خالص. بيرد عليها ايان وبيكذب وبيقول انه مش كده خالص. وقتها ودان ايان بتبدا تتغير، وده لانه كذب اول كذبة. بارلي بيكتشف ان اخوه شايفه متهور فعلا ومالوش في حاجة، وبيتصدم انه واخد عنه الفكرة دي برغم ان هم اخوات. ومن كتر الكلام بيبدا ايان يكذب اكتر واكتر، وده بيسبب له توتر، فبيشد النص بتاع باباه ويركب العربية وبسرعة، اللي على اخر لحظة بيرجعوا لشكلهم الطبيعي ويتحركوا. لكن الشرطية بتاخد بالها ان اثار الاقدام مش بتاعة الضابط برونكو، وبتشك ان اللي كان بيتكلم معاهم حرامي ولا شخص تاني، وبتتصل بالاسم تطلب منه يوصلوها بالظابط برونكو الحقيقي. اما بارلي فبيفضل ساكت طول الطريق بعد ما اتصدم في اخوه، وكل ما ايان يتكلم معاه بارلي يعلي صوت الموسيقى علشان ما يسمعوش وهو بيتكلم. وبعد شويه بيقفوا قدام ماكينه من بتاعه الطلبات الجاهزه، وبينزل يزعق مع ايان لانه شايف ان هم لازم يمشوا من طريق الزراعه لانهم بالشكل ده مش هيوصلوا. وقتها نص باباهم بيحاول يحل مشاكلهم دي، وبيظهر في العربيه وهو بيرقص، وبينزل يشد بارلي برجله علشان يرقص معاه. حتى ايان هو كمان بينضم ليهم وبيرقص معاهم. وبعد ما بيخلصوا بارلي بيتكلم مع اخوه ايان ويقول له انه ما ينفعش يحكم عليه من غير ما يعرف وجهه نظره، وبيفهمه ان الطريق الزراعي هيوصلهم بسرعه وفي نفس الوقت بامان علشان ما يواجهوش مشاكل تانية. وفعلا ايان بيقتنع بكلام اخوه لاول مره ويسمع كلامه، وبيعدي الموقف من غير مشاكل ولا خناق، وفي الاخر بيدخلوا الطريق الزراعي. في نفس الوقت كانت والده ايان وبارلي ومعاها المانتيكور وصلوا لمحل بيع السيوف المسحوره، واول ما بيدخلوا المانتيكور بتدور على السيف لحد ما بتلاقيه. وصاحبه المحل بتقول انها هتبيعه مقابل $100 بس علشان قديمه مالوش لازمه. فبتستغرب المانتيكور من كلامها وبتتسحب من لسانها وتقول لها انه سيف مسحور وفريد من نوعه، مفيش غير نسخه واحده بس منه في العالم كله. كلامها ده بيخلي صاحبه المحل تطمع اكتر وبتعلي سعر السيف ل$10,000. وطبعا طمعت اكتر لما عرفت معلومات زياده وعرفت انه فريد من نوعه. لكن المانتيكور بتتعصب عليها وبتقوم مسمماها بديلها وواخده السيف من غير ولا مليم وماشيه. وبقى اطمعي بقى براحتك يا ست الكل. بنروح بقى ساعتها للظابط برونكو اللي عرف كل حاجه من زميلته وقرر انه يروح يرجع بارلي وايان للبيت. بيفضل ماشي في نفس الاتجاه اللي زميلته قالت له عليه لحد ما بيوصل للطريق الزراعي، ولما بيلاقي حاجات مكسوره في اوله بيعرف ان بارلي داخل منه وبيدخل وراهم. بنرجع مره تانية لايان وبارلي اللي اخيرا وصلوا لمكان الجوهره، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا الجسر مرفوع وبكده مش هيعرفوا يعدوا على الناحيه التانية. وقتها بارلي بتجيله فكره مجنونه وبيقول لايان انه يستخدم تعويذه علشان يعدي الناحيه التانية وينزلهم الجسر. والتعويذه دي انه يخترع جسر سحري ويمشي من عليه لحد ما يعدي. لكن ايان لما بيشوف الجبل عالي قوي بيخاف ينفذها، فبيحاول بارلي يطمنه بيقول له انه هيربطه بحبل من وسطه على اساس لو حصل حاجه يعني انا هنقذك اخويا. وتقريبا كده ايان بيقتنع بكلامه وبيطمن ان بارلي هينقذه، وبيبدا يستخدم التعويذه اللي بيعملها اكتر من مره لكن بتفشل. فبيعرفه بارلي انه لازم يثق في نفسه وهو بيقولها، والمره دي فعلا التعويذه بتنجح وبيبدا ايان يتحرك من على الجبل للاتجاه التاني من غير خوف. بس للاسف الحبل اللي على الوسط بيتفك من غير ما ياخد باله، لكن بارلي ما بيرضاش يقول له برغم انه خايف عليه علشان يفضل واثق في نفسه. وقبل ما ايان يوصل للناحيه التانيه بخطوه واحده بيبص لاخوه ويا ريته ما بص، لانه بياخد الصدمه اللي بجد لما بيلاقي الحبل مش موجود، وساعتها بيخاف ويتوتر ويقع. لكنه بيمسك في الجبل اللي كان قريب منه وبيعدي للناحيه التانيه ويشغل الجسر. فبيفرح بارلي وبيعدي بالعربيه بسرعه وبينزل يحضن اخوه من كتر الفرحه. وفي الوقت ده الظابط برونكو بيطب عليهم وبيطلب منهم يقفوا ويرجعوا معاه، فلما بيشوفوه بيهربوا منه بسرعه وبتدور مطارده طويله بينهم. وقتها برونكو بيطلب الدعم بسرعه وهو مكمل وراهم، لكن ايان وبارلي كانوا اسرع وبيوصلوا لنهايه الطريق اللي بالصدفه بيلاقوا مسدود. فساعتها ما بيبقوش عارفين يروحوا منين ولا هيهربوا من الشرطه ازاي. بس بتيجي فكره مجنونه لبارلي وبيروح يشغل العربيه بتاعته وبيحط على دواسه البنزين صخره علشان تتحرك لوحدها، وبيسيبها تخبط في الجبل وتعمل انفجار ضخم وبيسد الطريق على الشرطه اللي على ما بيوصلوا ما بيعرفوش يعدوا الناحيه التانيه. اما بارلي فكان زعلان على عربيته اللي اتدمرت دي لانه عملها بنفسه، لكن ايان بيواسيه وبيقرروا يكملوا بقيه طريقهم سوا، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لتمثال غراب وهو باصص لاتجاه معين. فبيفهموا ان هما لازم يمشوا من الاتجاه للغراب باصص ناحيته، وكل ما بيوصلوا لغراب بيدلهم على اتجاه تاني لحد ما بيوصلوا لاخر غراب
واللي بيبص تحت منه. بيحاولوا يشوفوا ايه اللي تحته لحد ما بيكتشفوا صخرة صغيرة مرسوم عليها موجة مية. فبيفهم ايان ان الغراب يقصد النهر اللي قريب منهم، وبيقرر ياخد الصخرة دي معاه لحد ما تدل على النهر. ومن النهر بيوصلوا لكهف مظلم بيضطروا يدخلوا جواه. لحد ما بيوصلوا لنهايته بيكتشفوا بحيرة كبيرة جدا ولازم يعدوا منها للناحية التانية. وقتها كان بارلي مطلع حبات مقرمشات بياكلها، فجه في باله فكرة مجنونة تانية، وهي ان هم يستخدموا تعويذة التكبير ويكبروا الحباية دي علشان يركبوا فوقها. وفعلا بيعملوا كده وبيعدوا بيها الناحية التانية. في نفس الوقت كانت والدة ايان وبارلي ماشية لسه بالعربية لحد ما واحدة من الجنيات بتخبط في ازاز العربية، وده بيخليهم يعملوا حادثة ويطلعوا عن الطريق. لكن بتظهر باقي الجنيات وبينقذوا صاحبتهم وبيطيروا. وقتها والدة ايان بتفهم المانتيكور انها لازم تطير علشان يوصلوا بسرعة. بس خلينا نرجع بقى لايان وبارلي اللي اخيرا اخدوا على بعض قوي، وبارلي كمان بقى يعلم ايان التعويذ السحريه. وبعد ما بيخلصوا بارلي بيعترف له بحاجه عمره ما اتكلم فيها مع حد، وبيحكي له بارلي لما باباهم كان في المستشفى قبل ما يموت رفض يدخل يقابله لانه ما كانش واخد عليه قوي ومحرج يتكلم معاه، وانه ما كانش حابب يدخل لانه بيخاف من الاجهزه الطبيه. لكن لما باباه مات ندم انه ما دخلش يتكلم معاه، ومن ساعتها هو ما بيخافش من حاجه علشان ما يضيعش منه اهم فرص في حياته. فبيتاثر ايان بكلامه جدا وبيحس ان اخوه شال جواه ومعبي، لكن محدش واخد باله من كتر الهزار اللي بيعمله. لكن اخيرا بيوصلوا لاخر الكهف وبينزلوا من القارب ويتمشوا. بس وهما ماشيين بيتفاجئوا ان في كميه افخاخ كتير جدا، وخاصه مكعب من الهلام بينزل من السقف، ولما بيلمس اي حاجه بيسيحها مكانها. فبيترعبوا منه جدا وبياخدوا النص بتاع باباهم بيجروا بسرعه، وبينجحوا اخيرا ان هما بيهربوا منه، لكنهم بيعدوا من فوق حفره عملاقه مليانه بالاسهم. فبيستخدموا ايان تعويذه سحريه وبينقلهم بيها للناحيه التانيه، ومره واحده المكان بيتقفل عليهم وبيبدا يتملي ميه. ساعتها ايان بياخد باله ان في زرار موجود في الاوضه مرسوم عليه فتحه سقف، فبيقول بارلي للي بيغطس تحت الميه وبيدوس على الزرار ده بكل قوته، لكن ما بيقدرش يستحمل ضغط الميه وانه يفضل غطسان لمده طويله، وبيخرج بسرعه، وده بيخلي فتحه السقف تقفل من تاني. في اللحظه دي بتجيلهم فكره مجنونه شويه وبيغطسوا باباهم تحت الميه، وطبعا زي ما انتوا عارفين باباهم مش شايف قدامه، فبيفضل يتحرك في كل اتجاه شويه. كل ده والميه بتزيد وهيغرقوا خلاص، لحد ما بيدوس على الزرار على اخر لحظه والفتحه بتتفتح، وبمجرد ما بيطلعوا منها بيسحبوا باباهم معاهم بسرعه. ولما بيخرجوا منها بيبقوا خلاص فرحانين علشان وصلوا للجوهره، لكنهم بيتفاجئوا ان هم طالعين من بلاعه مجاري وسط المدينه. طب ازاي وامتى؟ مش عارفين. بيزعل ايان جدا وبيفتكر ان الجوهره كانت موجوده في التمثال بتاع الغراب، لكنه ما قدرش يوصل لها، وبكده مش هيعرفوا يرجعوا مره تانية يجيبوها، والوقت خلاص عدى. وبيطلع غضبه كله على اخوه بارلي وبيتهمه انه مجنون وفاشل، وبيرجع له العصايه السحريه بتاعته، وبياخد النص بتاع باباه وبيروح يقعد على الجبل. لكن ساعتها بيفضل يتكلم مع روحه ومش عارف يعمل ايه. في نفس اللحظه كان بارلي ماشي يتكلم في نفسه هو كمان ومش فاهم اللي وصلوا له ده ازاي، وحتى لو كانت الجوهره موجوده فراحت فين، لحد ما بيركز في الرسمه شويه وبيكتشف ان الجوهره موجوده في النافوره القديمه. بيجري عليها بسرعه يدور على الجوهره، اما ايان فكان قاعد يلوم في نفسه. بالصدفه بيطلع النوتة بتاعته بيشوف الحاجات اللي كان نفسه يحققها واللي غالبا حققها كلها مع اخوه طول الرحله، زي انه ما عادش بيتوتر وبقى واثق في نفسه، وكمان سأل العربيه على الطريق السريع، وضحكوا سوا ولعبوا سوا، وكل الحاجات اللي كان نفسه يحققها حققها فعلا من غير ما ياخد باله. بيحس انه زعل اخوه جامد وبيقرر يروح يعتذر له. اما بارلي فكان وصل لعلامه معينه بنفس شكل الصخره اللي معاه، ولما بيركبها مكانها النافوره بتشتغل وبتطلع الجوهره جواها. بياخد بارلي الجوهره وبيدور على ايان اللي لما بيشوفه جاي بيجري ناحيته وبيشاور له وهو فرحان، لكن فجاه بيطلع دخان احمر من النافوره وبيبدا يملى المكان، والدخان ده بيروح على شويه صخور اللي بيتلموا حوالين بعض وبيكونوا تنين صخري عملاق، وده بقى هو اللعنه. بيبدا يطارد بارلي علشان ياخد منه الجوهره اللي بيجري بسرعه علشان يهرب منه، لكن التنين بيطلع نار من بقه ويوقعهم، وبيقوم التنين يجري ناحيه ايان علشان يحرقه، لكن فجاه بيقع على الارض. وبنكتشف ان المانتيكور هي اللي جايه من بعيد طايره وعلى ظهرها والده ايان وبارلي، واللي جايه تساعده يخلصوا من اللعنه بسرعه، لكن التنين بيقوم يهجم عليها. وقتها ايان وبارلي بيستغلوا الفرصه وبيجروا يحضروا باباهم قبل غروب الشمس، واللي بيبداوا يستخدموا التعويذه علشان يكملوا جسم باباهم.
في نفس الوقت اللي المانتيكور ومامتهم بيقعوا على الارض، ولما بارلي بيشوفهم بيقرر انه يروح يساعدهم، لكن ايان بيرفض وبيقول له انه الوحيد اللي من حقه يقابل باباهم لانه ما شافوش قبل ما يموت. بيجري بسرعه بالعصايه علشان يساعد مامته، وبيبدا يستخدم كل التعويذ السحريه اللي اتعلمها وبيساعد بيها نفسه، وبيهجم بتعويذه البرق وبيدمر اجزاء من جسم التنين علشان تظهر المانتيكور فجاه وتحدف له السيف الاسطوري اللي ايان بياخده بتعويذه من بتوعه وبيطيره ناحيه قلب التنين ويقتله. ساعتها المكان بيتملي صخور من كل ناحيه بتحاوط ايان اللي بيحاول يلحق باباه قبل ما يختفي، لكن للاسف الصخور كانت تقيله وكتيره ما بيعرفش يخرج. بيقف يبص على باباه واخوه من فتحه صغيره لحد ما باباهم بيختفي بعد ما قابل بارلي. بعدين بارلي بيروح يساعد ايان ويطلعه من وسط الحطام، وبيحكي له اللي قاله له، وبيقول له انه فخور بيهم جدا، وبيحضنه وهو بيقول له ان هو اللي طلب منه يديله الحضن ده، ودي كانت اول مره يحضنوا بعض في حياتهم كلهم. وبعد فتره بنشوف ايان وبارلي وهم عايشين حياتهم، وايان اتغير تماما وما عادش بيتوتر من اقل حاجه، بقى عنده صحاب كتير وعمل كل اللي نفسه فيه بعد ما كسب ثقته في نفسه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تقول لنا لو انت مكان ايان كانت شخصيتك هتتغير انت كمان ولا كنت هتفضل زي ما انت؟ ابقى قول لنا في الكومنتات. اتمنى الفيلم يكون عجبكم واستنونا في فيلم جديد. يلا سلام.